في افلام كده اول ما تيجي سيرتها تحس ان في ريحه شتاء، في احساس بطاطين تقيله، في صوت تلفزيون شغال وكوبايه حاجه سخنه في ايدك. واول فيلم بيخبط في دماغك على طول هوم ألون. ده مش مجرد فيلم، ده طقس شتوي مميز. الغريب بقى ان الفيلم ده رغم انه اتعمل من اكتر من 30 سنة لسه لحد النهاردة بنتفرج عليه، وبيتفرج عليه الكبير قبل الصغير، واللي شافه 100 مرة بيشغله للمرة 101 وكأنه اول مرة يتفرج عليه. تعال اقولك ليه، وتعال اطلع لك اسرار ومعلومات كتير من الناس ما تعرفهاش عن الفيلم ده. اول معلومة صادمة، سيناريو فيلم هوم ألون اتكتب في اقل من 10 ايام. الكاتب العبقري جون هيوز كان مسافر رحلة عائلية ونسي حاجة في البيت، وقال الجملة اللي غيرت تاريخ السينما. هو ايه اللي ممكن يحصل لو طفل اتساب لوحده في البيت؟ ومن هنا الفكرة اتولدت، مش بس في مكتب ولا في اجتماع انتاج، لكن في موقف عادي جدا. تفتكر ان اختيار ماكولي كولكن كان سهل؟ لا خالص. اكتر من 200 طفل دخلوا اختبارات، بس اول ما ماكولي دخل المخرج قال ده مش بيمثل، ده عايش الدور. الغريب بقى ان معظم تعبيراته الايقونية زي حركة الصريخ قدام المراية ما كانتش مكتوبة اصلا في السيناريو، دي كانت ارتجال بحت منه. يعني اللقطة اللي بقت شعار للفيلم طلعت كده وفي لحظة تلقائية. البيت اللي اتصور فيه الفيلم مش ديكور، ده بيت حقيقي في شيكاغو، واللي اغلب الناس ما تعرفوش ان اصحاب البيت الحقيقيين كانوا عايشين فوق، والتصوير كان بيتم تحت عادي، وكانوا ممنوعين ينزلوا عشان الاضاءة والكاميرات. يعني البيت ده اتعذب، اتكسر، اتحرق، اتغرق، وبقى قطعة من تاريخ السينما. خلينا نكون صراحة ونقول اننا ضحكنا كتير في الفيلم ده، لكن لو الفخاخ اللي كانت موجودة في الفيلم حصلت في الحقيقة، الحرامية كانوا ماتوا. الطوبة اللي وقعت على دماغ مارف دي كسور وجراحة مخ على طول. اما المكوى اللي في الوش بتعمل تشويه دايم. المسمار اللي في الرجل ده بتر مش هزار. وفي دراسة اتعملت فعلا قالت ان 95% من الفخاخ قاتلة لو حصلت بجد فعلا. بس هنا بقى عبقرية الفيلم حول العنف لكوميديا بريئة تنفع العيلة كلها. كمان الموسيقى اللي بتدوب القلب دي من تأليف العبقري جون ويليامز، نفس الراجل اللي عمل ستار وارز، هاري بوتر، وجوراسيك بارك. يعني الموسيقى لوحدها فيلم تاني خالص، ومن غيرها كان هيبقى هوم ألون فيلم مضحك مش فيلم مضحك ووراه رسالة كبيرة. الفيلم مش عن طفل بيدافع عن بيته بس، الفيلم عن الوحدة، قيمة العيلة، انك تحس انك مهم، وان البيت من غير ناس ما يبقاش بيت. عشان كده مشهد العجوز جاره واحد من اقوى مشاهد الفيلم، رغم انه هادي وما فيهوش تقريبا ضحك. خليني اقولك كمان ان فيلم هوم ألون كان انجح فيلم كوميدي في التاريخ لسنين طويلة، وده لان الفيلم اتكلف 18 مليون دولار بس، وحقق اكتر من 470 مليون دولار في السينما. يعني فيلم صغير بقصة بسيطة كسب اكتر من افلام ضخمة كتير. ليه؟ لانه كان صادق جدا في طرح الفكرة. خليني بقى اجاوبك على السؤال اللي قلناه في اول الحلقة، ليه بنشوف الفيلم ده كل سنة؟ لان هوم ألون مش فيلم بنشوفه، ده فيلم بنعيشه. بنحس نفسنا واحنا اطفال، بنحن الايام زمان، بنفتكر ان الضحك كان اسهل والدنيا كانت اهدى. وده سر الخلود الحقيقي، مش المؤثرات ولا الاكشن، لكن الاحساس العميق جوه الفيلم.